لم أكن بطلا ولم أحلم يوما أن أكون، ولكن القدر ألقى بالسيف في يدي، أما أن أحمله وأمضي أو أسحق تحت أقدام من ينتظرون سقوطي. فهذه هي حكايتي، وهي بنا نبدأ سرد الحكاية. بيبدأ الانمي بتاعنا بطلنا توكا اللي كان بيحصد الحقول بتاعته ومبسوط جدا بسبب ان هي طلعت ممتازه. ساعتها بتيجي يونا صاحبته من الطفوله وبتقول له انت هتفضل كده طول عمرك، بص للبطل الاسطوري هتلاقيه في نفس سننا، رغم كده انه انقذ العالم. فبيقول لها توكا وهو بيسخر منها ان السيف المقدس كان ممكن يختار اي حد تاني، يعني هو مش مميز قوي كده، ده حتى الختم اللي عمله على بوابه الشياطين ما طولش كتير واتكسر والشياطين خرجت وبقت في كل مكان من تاني. فبترد عليه يونا وبتقول له عشان كده راح يخلص عليهم. بيقول لها انا مش فارق معايا العالم باللي فيه، اهم حاجه المحصول وبيتي ما يحصلهمش اي حاجه. بترد عليه يونا وقتها وبتقول له بس اللي انت فالح فيه، بس خليك فاكر ان الشياطين ممكن تهجم عليهم عادي جدا وساعتها مش هتلاقي محصولك علشان هتكون مت وقتها. فبيقول لها توكا انه مستعد جدا لحاجه زي دي وبيوريها الفخ اللي عملها علشان ما حدش يقرب منه. ده بيخلي يونا تفقد الامل فيه وبتسيبه وبتمشي وبيروح يكمل توكا اللي كان بيعمله، بس فجاه بيسمع صوت صراخ وبيكون الصوت ده جاي من يونا، وده بسبب ان هي شافت شيطان وبتحاول تجري منه ولكنها بتقع على الارض وبيبدا الشيطان ده يقرب منها وكل ده وبيبقى توكا شايف اللي بيحصل. بيفكر لحل المشكله اللي هم فيها علشان اكيد لو الوحش ده خلص على يونا هيحتاج ياكل حد واتنين منهم علشان يشبع، واكيد احتمال كبير يكون منهم. بتيجي في باله فكره عبقريه علشان يجذب الشيطان للفخ بتاعه، وبيروح يجيب حته لحمه وبيشويها قدام الفخ وبيحاول يجذب الشيطان بيها، ولكن الشيطان بيكسر كل توقعاته بيقول ان هو مش بيحب لحم الحيوانات وبيروح علشان يقتل يونا. بس فجاه بيجي البطل الاسطوري سون وبينزل عليه بضربه واحده بيخلص عليه. بتروح يونا تشكره على انقاذها وهي فرحانه جدا، على عكس توكا اللي بيتضايق بسبب انه كمان حاول ينقذها وهي ما عبرتوش ولا قالت له شكرا حتى. بيقول لها ان هو كمان حاول ينقذها على فكره ولولا البطل اتدخل في اخر لحظه، بس بتبص له بس عمره ما هينساها وبتقول له روح كمل شويك يا حبيبي. ساعتها بيشم البطل الاسطوري ريحه شوي توكا وبيروح علشان ياكل، ولكن وهو ماشي بيقع في الفخ وبيموت البطل الاسطوري، وده اللي بيرعب توكا وباقي القرويين وبيتهموه ان هو السبب في ده. فبيقول لهم ان هو ملوش دعوه بحاجه، فهو كان عايز يسرق الاكل بتاعه وقع في الفخ، ولكن محدش بيقتنع وعشان كده بيوريهم توكا الوش التاني وبيقول لهم ببرود ومين هيصدق ان البطل الاسطوري بنفسه وقع في فخ بسيط انا اللي عامله. لو حد سالنا عن اللي حصل هقول له انتوا السبب، وده بيرعب القرويين بسبب ان هو عنده حق، وعشان كده بيضطروا يسمعوا كلام توكا ويروحوا يدفنوا البطل الاسطوري في الليل. تاني يوم الصبح بيفوت توكا علشان يروح يكمل شغل في الحقل زي اي يوم وبيروح يغسل وشه، بس بيتفاجئ انه بقى البطل الاسطوري. بيتصدم طبعا ولكن بيحسب ان ده حلمه، بيروح يخبط على يونا واول لما بتشوفه بتتصدم وبتقول له انت لسه عايش، وده اللي بيفاجئ توكا علشان طلع حقيقه، ولكنه ما بيكونش فارق معاه حلم ولا حقيقه علشان بيلاقي يونا معجبه بيه وهو بالشكل ده فبيتبسط جدا، ولكن ريحته المعفنه بتقرف يونا منه وبتزعله. قبل ما يقول اي حاجه بيلاقي عينه وقعت منه بس بياخدها وبيركبها تاني ولا كأن اي حاجه حصلت. يونا بتتفاجئ وبتكون هتضربه علشان بتحسبه وحش، ولكنه بيعترف لها بالحقيقه وبيقول لها انه توكا وبيناديها بلقب ما حدش يعرفه عنها غيره. بتصدق يونا فعلا وبتساله ازاي بقى البطل الاسطوري، ولكنه بيقول لها ما اعرفش. وفجاه بيسمع صوت جاي من الفخ بتاع توكا، بيروحوا يشوفوا ايه اللي حصل وبيلاقوا واحده متعلقه هناك وبتقول له ان هي اللي حولته للبطل الاسطوري وبيكون اسمها ري وانها مستحضره ارواح. فبيقول لها توكا رجعاني الجسم الحقيقي، ولكنها بتكمل وبتقول له انسى يا حبيبي انت دلوقتي البطل الاسطوري ولازم تحمل العالم مكانه. بتكون عملت كده اصلا بسبب ان البطل الاسطوري بنفسه طلب منها لما يموت تستخدم قوتها وتدي قوته لحد تاني زي ما عملت مع توكا كده، وبتخرج له تابوت سحري محبوس في جسم توكا الحقيقي ومن خلاله تقدر تقتل توكا لو ما سمعش كلامها. بتقول له ساعتها انا ممكن اجيب حد تاني يبقى البطل الاسطوري بكل سهوله. فبيوافق توكا بعد ما بيعرف انه كده ميت وكده ميت، وبيبداوا رحلتهم على طول في انقاذ العالم. بيعدوا على مدينه كده في طريقهم وبيروحوا لمتجر اسلحه وبتشوف يونا عصايه سحريه بتعجبها ولكن بيكون سعرها غالي جدا. بيطلب منهم توكا ان هم يستنوه بره شويه وبيخرج بعدها بدقائق معدوده وهو معاه العصايه وبيكون اخدها ببلاش وعمل كده باستعمال هيبه البطل الاسطوري. بيروحوا بعدها يقعدوا في الحانه وبيفكروا ازاي هيجيبوا فلوس عشان الفلوس اللي معاهم قليله جدا، ولكن توكا مش بيفرق معاه حاجه علشان عارف هيتصرف ازاي. بيقول لهم ان هو هيستخدم هيبه البطل الاسطوري وخلاص، بس يونا مش بيعجبها الكلام ده وبتروح هي وريا علشان يدوروا على شغل في نقابه المغامرين. بيسيبوا توكا لوحده. اول لما بيمشوا بيجي واحد شكله ضخم وقوي لتوكا وبيقول له انت وعدتني لما تقابلني مره تانية هتقاتلني. بيترعب توكا بسبب الموقف اللي اتحط فيه، ولكن الشخص ده مش بيستناه يفكر حتى وبيهجم على توكا، ولكن توكا بيتفادى الهجوم. بيخرج السيف الاسطوري وبيجي من وراه علشان يطعنه، بس المفاجاه هنا ان السيف بينحني منه كانه سيف بلاستيك وبيهجم عليه الواد مره تانية وبيطحنه بكل سهوله، وبيكتشف انه مش البطل الاسطوري الحقيقي. وساعات القريه كلها بتتجمع وبيبداوا في الهجوم عليه. بنرجع تاني لعند يونا وري اللي بيكونوا له مهمه لقتل الشياطين ممتازه، ولكن بيجي شخص غريب اسمه كايل وبينادي عليهم، وبنعرف ان الشخص ده واحد من اصدقاء البطل الاسطوري من الحرب اللي حصلت من 3 سنين، وبيسال ري لو شافت البطل ولكنها بتقول له انه مات. بنرجع تاني لعند توكا اللي بيكون متعلق قصاد الناس كلها وبيخرج منه ريحه وحشه جدا وجسمه بدا يتحلل، وده بسبب انه عباره عن زومبي مستدعى. بيطلبوا الناس ان هو يتعدم، بس فجاه بيجي كايل هو وباقي الفريق، واول لما الناس بيشوفوا كايل بيتصدموا
علشان مشهور برضه. بيفاجئهم لما بيقول لهم ان هو البطل الاسطوري، وبيروح يفك توكا وبيديله السيف الاسطوري بتاعه وبيقول له بصوت تتخيل اي حاجه والسيف هيتحول ليها. بيستغرب توكا شويه بس بيعمل اللي بيقول له عليه وبيتخيل السيف ضخم، وفي ثواني السيف بيتحول من سيف عادي لسيف عملاق. ودي هي قدره السيف انه بياخد شكل اي حاجه الملك بيفكر فيها ومش مسموح لاي حد انه يستخدمه غير البطل الاسطوري. بس فجاه السيف بينحني تاني وده اللي بيفاجئ كايل وبيخليه يستغرب، ونفس الكلام على الناس اللي بيكونوا لسه مش مصدقين انه البطل الاسطوري، ولكن بتتدخل يونا وبتخرج لهم مهمه قتل الشياطين وبتقول لهم لو عارف يقتل الشياطين دي لوحده يبقى هو البطل الحقيقي. بيوافق على طول، على عكس توكا اللي بيكون في موقف لا يحسد عليه، وبيجي الليل وبيسال توكاري ليه جسمه بيتعفن كده، فبتقول له علشان جسم الزومبي ده بيستهلك مانا بشكل منتظم ولكن قليل جدا، وان جسمه وصل لمرحله التعفن من الاساس، فده معناه ان المانا عنده اقل من طفل رضيع. ونفس الكلام على السيف اللي بيبقى صلب في حالته العاديه، بس اول لما بيمسكه بينحني، وده علشان المانا عنده قليله. ساعتها كايل بيتدخل وبيقول لها انه ياخد جسم البطل الاسطوري مكانه، وبيفرح توكا وبيوافق على طول، ولكن ري هي اللي بترفض لسبب مجهول لحد دلوقتي، وبتقول لهم اي حاجه وخلاص. وبسبب ده كايل بيخرج السيف بتاعه بيحطه على رقبه توكا، وبيقول لري وهو بيهددها ايه رايك اقتله، وقبل ما ترد عليه توكا بيكون استسلم اصلا. بيقول لري انا مش عايز الجسم ده اديهوله قبل ما اموت، بس كايل بينزل سلاحه تاني وبيقول له وهو بيضحك انا كنت بهزر معاك مش اكتر، وما تخافش انا اللي هقتل الشياطين في المهمه بدالك. بيعدي الوقت معانا وكل واحد بيروح ينام في غرفته، وبيبقى توكا متعصب بسبب اللي ري بتعمله فيه، وبيفكر انه يروح ياخد التابوت من معاها، وساعتها مش هتقدر تعمل له اي حاجه. وبالفعل بيبدا في تنفيذ الخطه وبيتسلل لحد ما بيوصل لغرفه النوم بتاعتها هي ويونا، وبيدخل من الشباك وبيبقوا نايمين في السابع نومه. بس قبل ما يعمل اي حاجه بيسمع صوت الباب بيتفتح وبيستخبى قبل ما يتكشف، وفجاه بيلاقي كايل هو اللي جاي وبيروح ياخد التابوت السحري، وده طبعا علشان يقتل توكا، ولكن اول لما بيحاول يكسره بيتفعل ختم موجود عليه وبيبعده بعيد. بيهرب كايل ساعتها قبل ما حد يصحى، وبيصحى الاثنين فعلا، لكن كايل بيكون هرب خلاص، وبتعرف ري ان كان في حد بيحاول يكسر التابوت. وتاني يوم بيروحوا كلهم علشان ينفذوا مهمه قتل الشياطين، وبيتمشى توكا وكايل مع بعض، فبيسالوا كايل لو كان شاكك في حد انه حاول يسرق التابوت بتاعه، فبيرد عليه توكا بيقول ان هو مش شاكك في حد لحد دلوقتي، فبيكمل كايل وبيقول انه هيساعده يكتشف مين اللي عمل كده، فبيشكره توكا على جدعنته، لكنه في الحقيقه بيكون متعصب جدا بسبب السفر بتاع كايل وقد ايه هو مستفز، وبيقول توكا ان اكيد هيستغل اي فرصه علشان يقتله، وعشان كده لازم ما يقعدش معاه لوحدهم. بيوصلوا لحد قلعه الشياطين، وساعتها بيتقدم واحد من المغامرين اللي معاهم واسمه كلارك، ولقبه هو ذو الرمحين. الراجل ده من اقوى المغامرين، وبينادي على توكا وبيقول له انه هيكشف كذبه قريب جدا، وقبل ما يتحرك بيجي الشيطان وبيساوي بالارض بضربه واحده. بيتحرك الشيطان ده بسرعه كبيره جدا وبيخلص على 2 من المغامرين اللي معاهم في غمضه عين، وساعتها بيهرب باقي المغامرين علشان ينقذوا حياتهم. بيهرب توكا هو كمان، ولكن بيجي الشيطان وبيطعن توكا بضربه قويه جدا في نص قلبه وبيخلص عليه تماما. بيهجم بعدها على كايل بسرعه، ولكن بيعرف يصده بسهوله، بس الشيطان مش بيوقف لحد هنا وبيستعد علشان يموته، ولكن كايل بيستخدم قوته وبيهجم عليه بهجوم فتاك، وبضربه واحده بيقطعه الحتت. بياخد منه قلبه اللي عباره عن حجر سحري محطوط في التعويذه اللي الشيطان كان بيستعملها، واللي ممكن اي حد يستخدمها طالما الحجر معاه، بس ده طبعا بيعتمد على القوه والمنى اللي عند الشخص. فبيجي توكا اللي بيكون لسه عايش وزي الفل، وده بسبب انه زومبي يعني ومش بيموت. بيروح لباقي الفريق بتاعه، لكن المشكله مش بتقف لحد هنا، لان بيظهر مجموعه كبيره من الشياطين وراهم القائد بتاعهم، وبيامرهم يروحوا يخلصوا على توكا. وطبعا توكا بيترعب وبيقول له اشمعنى انا يا عم، وبيسيبهم ويهرب للقلعه، والباقي بيروح وراه. واول لما بيدخلوا القلعه بيتفاجئوا بمجموعه ثانيه من الشياطين مستنياهم جوه. ري بتستعمل قدرتها وبتستدعي الهياكل اللي في المكان باستخدام قوه مستحضر الارواح، وبتخليهم يهجموا على الشياطين، وبيهرب توكا ويونا، ولكن بيروح وراهم شيطان بيهجم عليهم، ولكن توكا بيستعمل السيف بتاعه بيكتفه، وزي ما احنا عارفين ان توكا لما بيمسك السيف بيتحول لسيف منحني، وبيستخدم الحركه دي وبيكتفه بيه. بيسيب السيف بعدها، وساعتها السيف بيرجع للصلب مره ثانيه، وبكده مستحيل الشيطان يعرف يكسر السيف ويخرج. بتخلص علينا بضربه قويه، ولكن فجاه بيجي كايل من وراها وبيفقدها الوعي، وبيتبقى هو وتوكا، بس بيقول انه يستحق يكون هو البطل الاسطوري مكانه، وده اصلا السبب اللي عايز يقتل توكا علشانه، وعايز ياخد السيف بتاع البطل الاسطوري ويحصل على المجد اللي كان بيحلم بيه. كان بيحاول يقتل البطل الاسطوري دايما، ولكن كان بيفشل في كل مره، وبيهجم على توكا وبيثبته في الحيطه باستعمال قوته، وبيكون خلاص هيقتله، بس فجاه بتوصل ري وبتحدفه لبعيد. ساعتها بينادي كايل على يونا وتوكا وبيقول لهم حد فيكم يعرف ان ري مش بني ادم اصلا، لا دي وحش ما عندهاش قلب وعندها حجر سحري زي الشياطين بالظبط. بيكون بيعمل كده علشان يخلي توكا ويونا في صفه، ولكن توكا بيحطم كل توقعاته وبيقول له ايوه يعني نعمل لك ايه، وبيهربوا على طول. بيقعدوا يجروا لحد ما بيوصلوا المكان مسدود، وبيوصل كايل هناك ساعتها بس مش بيلاقي اي حاجه وبيكمل طريقه. وفي الحقيقه بيكون توكا استخدم السيف وعمل حيطه يستخبى وراها، وبيسال ري لو كانت فعلا شيطانه، فبترد عليه وبتقول له ان هي عندها حجر سحري بدل القلب، ولكن مش شيطانه، هي نوع من الاجناس بيعيش داخل الجحيم، ولكن حصل حرب هناك وهربت من وهي صغيره. ساعتها بتيجي في بال توكا فكره حلوه علشان يخلصوا على كايل، وبنروح بعدها لكايل اللي بيكون عمال يدور عليهم، وبيفرح لما يلاقيهم واقفين على جسر. بيكون متاكد ان ده فخ، ولكنه بيستعد كويس جدا، وفعلا اول لما بيوصل بيخرج شيطان ري متحكمه فيه وبيهجم عليه، لكنه بيكون عامل حسابه بيتخلص منه على طول، وبيسخر من غبائهم وبيروح علشان يقتلهم، بس هنا بيضحك توكا ضحكته الخبيثه، وفجاه بيتكسر الجسر من تحته اللي مش بيكون جسر اصلا، ده السيف الاسطوري بتاع توكا، وبيقع كايل في المحيط. تاني يوم بيوصل الفريق للمدينه وهم مخلصين المهمه، وبيثبتوا للناس ان توكا هو البطل الاسطوري. بتعدي الايام يوم ورا التاني وهم في رحلتهم، بيتطور توكا تطوير صغير
صغير جدا، بس المفاجاه انه تحول لهيكل عظمي بالكامل، وبتكون وجهتهم اللي جايه هي العاصمه علشان ياخدوا فلوس من الملك. لكن كان عندهم مشكله كبيره هم ازاي يدخلوا العاصمه بشكل توكا ده، بس بتيجي في باله فكره حلوه هو انه ياخد السيف ويخليه ياخد شكل ملامح وشه. بيعمل كده فعلا وبيوصل للعاصمه وبيروح للملك وبيكون خايف جدا ليكشفه، بس العجيب انه مش بيعرف وبيرحب بيه وبيساله عن طلبه. فبيرد عليه توكا وبيقول له انه بيمر بازمه ومحتاج شويه فلوس، والكلام ده بيخلي الملك يقع على نفسه من الضحك، وبيقول له بين كل اللي شاركوا في الحرب انت الوحيد اللي رفضت تاخد فلوس وطلبت نتبرع بيها للفقراء. بيساله المره دي بجد عايز ولا لا، فبيتوتر توكا وما بيعرفش يقول ايه للملك، ولكن مش بيسيبه يكمل وبيقول له اكيد انت جاي علشان تتجوز بنت الاميره جريت. بس توكا بيقول له انت فهمت غلط، وساعتها بيخرج الملك هالته القويه وبيقول له بتقول حاجه، فبيترعب توكا من هالته القويه وبيقول له لا انا جاي فعلا علشان اتجوز الاميره. بياخدوا الخدم لغرفه الاميره وبيحسب توكا ان الاميره هتكون وحشه وشبه ابوها، بس في الحقيقه على عكس كده خالص، وبيتفاجئ من جمالها، بس هي بتترعب من شكله وبيستغرب توكا من السبب. بس اول لما بيشوف شكله في المرايه بيخاف علشان بيكون الالوان اللي حاططها سحت وشكله بقى اقرب للشياطين من الانسان. ما بيكونش قدامه خيار تاني غير انه يقول لها الحقيقه، وبيقول لها انه اتصاب بلعنه حولته لهيكل عظمي وبيشيل القناع من عليه. وعلى عكس اللي كان متوقعه بتتقبله الاميره جدا، ومش بس كده لا ده تتعاطف معاه مع اللي حصل له، وبيقول توكا في سره قد ايه البت دي ساذجه. بتساله جريت لو كان هيتجوزها فعلا، بس توكا بيحطم امالها وبيقول لها لا انا جيت علشان اخد فلوس ابوك وخلاص. اول لما بتسمع كده بتقول له خلاص امشي دلوقتي، وبيكون ده بسبب ان هي والبطل وعدوا بعض ان هما مش هيتقابلوا تاني غير على موعد جوازهم. بيفكر توكا في اللي الملك ممكن يعملوا فيه وبيقول لها انا بهزر معاكي ما تبقيش قفوشه كده، انا اكيد جاي علشان اتجوزك. فبتفرح جريت جدا، بس بيقول لها انه هينقذ العالم الاول وعلى طول هيجي يتجوزها، فبتوافق على كلامه، ولكن بتطلب منه طلب قبل ما يمشي وهو انه يحضر معاها الحفله التنكريه اللي بعد يومين. بيوافق توكا على طول على كلامها، وبنروح بعدها لري ويونا اللي بيقابلوا شخص غريب، وبيكون الشخص ده عارف ان ري مستحضره ارواح، ودي حاجه لو اتعرفت ممكن ري تتعدم فيها علشان السحر ده محرم، وبياخدها بعدها وبيروح للبيت بتاعه. وبنعرف ان اسمه لو، والراجل ده دكتور ومدير دار ايتام في نفس الوقت، وبيدخلوا في صلب الموضوع على طول وبيقول لها انت دخلت العاصمه وانت مستحضره ارواح، واكيد في سبب ممكن يخليك تدخلي العاصمه رغم انك عارفه المصايب اللي ممكن تحصل لك، وعشان كده انا عايز اساعدك مهما كان السبب. فبتقول له ان هم جايين هنا علشان يرفعوا مستواهم، فساعتها بيقوم لو بيروح يجيب لهم اداه سحريه بتزود مستوى الشخص ل3 مستويات كاملين، وده شيء غالي جدا وبتعجبهم الاداه علشان دي تعتبر الانسب لتوكا. بتساله عن سعرها فبيقول لها 100 مليون، وده مبلغ مبالغ فيه جدا، وبيتصدموا من السعر علشان مستحيل يعرفوا يجمعوه. ساعتها بيقرب لو من ري وبيقول لها خلاص انا ممكن اديها لك ببلاش، ولكن في المقابل هستعيرك شويه علشان هعمل على قلبك شويه تجارب، وده بما انه دكتور وكده وبيبقى واضح ان هو نيته مش كويسه وعشان كده بيرفضوا. بيروحوا يعملوا مهمات علشان يكسبوا اي فلوس، وبيكون معاهم واحده في فريقهم اسمها سير بتخلص على كل الشياطين الموجوده. بيعجبوا بقوتها، بس بيجي لهم شخص اسمه ثور وبيقول لهم ان مستحيل يكسبوا اي حاجه طالما سير معاهم، وده علشان هتاخد كل الشياطين لوحدها، وده غير ان هي واحده من الابطال الاربعه وواحده من اللي بيحموا الملك. بيكمل وبيطلب منهم ينضموا للفريق بتاعه، وهو هيخليهم ياخدوا الاحجار السحريه كلها، وشكل كده نيته مش جايبه خير خالص. بيوافقوا فعلا ان هم يروحوا معاه، بيشوفوا قدامهم مجموعه شياطين، وبيطلب ثور من رين ان هي تقتلهم، ومش بتكذب خبر وبتقتلهم كلهم بضربه واحده. بس فجاه الشياطين بيقوموا من تاني وبيمسكوا رو ويونا وبيكتفوهم، وبيضحك ثور وبيقول لهم انا ما توقعتش انكم سذج للدرجه دي. ساعتها بيخرج شخص مقنع وهو ده قائد ثور المسؤول عن كل حاجه بتحصل، وبعدها بنروح لسير وهي قاعده مع الملك بتقول ان هم اتخلصوا من كل الشياطين اللي في المنطقه، بس الغريب ان في طاقه قويه جدا خرجت من منطقه قريبه منهم، ودي الطاقه اللي كانت ري استخدمتها علشان تقتل الشياطين. ولما راحت علشان تشوف مصدرها اتفاجئت بوجود اثار الدماء في كل مكان، ولكن ما كانش فيه ولا جثه واحده موجوده. بيرد عليها الملك وبيقول لها ان في اخر فتره اعداد الناس اللي اختفوا زاد جدا، وانا شاكك ان ده مش من فعل الشياطين، لا ده شيء اخطر من الشياطين نفسهم. بيكمل وبيقول لها شكلنا كده لازم نلغي الحفله التنكريه، ولكنها بترد عليه وبتقول له ما تقلقش انا هطلب من الفرسان ان هم يحموا العاصمه كلها، هخليهم ينتشروا في كل مكان، وما تنساش برضو ان احنا عندنا هنا البطل الاسطوري. وبمناسبه البطل الاسطوري بنشوف توكا وهو قاعد في الغرفه لوحده بعد ما جريت سابته وراحت للدكتور، وما بيصدق ان هي مشيت وبيهرب من القصر على طول. بيروح يدور على ري ويونا بس مش بيلاقيهم، ولكن بعد بحث كتير بيعرف ان هم راحوا لدار الايتام. بيروح لهم بس بيتفاجئ لما بيلاقي جريت هناك علشان بتكون بتكشف عند الدكتور لو، وبيسالوا توكا لو كان شاف بنتين، واحده منهم شعرها اصفر والتانيه شعرها اسود. ساعتها لو بيتوتر شويه بيقول له ان هم راحوا يصطادوا، وبيمشي توكا هو وجريت، وبعدها بيدخل لبيته وبيفتح مكان سري. اول لما بيدخل بيلبس القناع بتاع الشخص المجهول، وبنعرف ان هو اللي خطف ري ويونا. بتكون خطته انه يحتل العاصمه في الحفل اللي هيحصل بكره، ويحاول كل اللي في المكان لهياكل عظميه، وبنعرف ان هو كمان مستحضر ارواح زي ري، وخطفها علشان يخليها كبش فدا لو خطته فشلت، ويقول ان هي السبب بما انها مستحضره ارواح فالتهمه هتلبسها 100%. بيعدي الوقت وبيجي يوم الاحتفال، وبنشوف جريت وتوكا وهم مع بعض، ولكن بيكون الحارس الشخصي بتاع جريت معاهم، فبتطلب منه جريت انه يسيبهم لوحدهم، بس بيقول لها ان الخطر في كل حته وما ينفعش يسيبهم. فبتكمل جريت وبتقول ان معاها البطل الاسطوري، ولكن الحارس بيرد عليها وبيقول لها انا مش خايف غير من البطل الاسطوري اصلا. ولكن فجاه بتنزل جريت بالقلم على وشه وبتقول ان هي مش هتسمح لحد يغلط في جوزها المستقبلي، وبتسيبه وبتمشي، ولكن بيحلف الحارس انه هيكشف حقيقه توكا. بيروحوا بعدها يلعبوا مع بعض شويه، وبيفضلوا كده لحد ما الليل بيجي، وبيروحوا يتفرجوا على الالعاب الناريه بعدها. فبيعجب توكا
توكا بجمالها. بيقابل سانو بيقول انه اول مره يشوف الالعاب الناريه، بس بترد عليه جريتو بتقول ان هم شافوها مع بعض قبل كده، فبيتصدم توكا ولكن بتكمل جريتو بتقول له انا عارفه انك فيك حاجه غلط. بتساله عن هويته الحقيقيه وساعتها بيخرج الحارس زيك هو وسير من وراهم وبوبو بيراقبهم من بدري. بيقول له انت مين؟ اول لما بتقرب سير منه بتعرف ان هو سحر استحضار الارواح وان البطل الاسطوري مات. بيحكي لهم توكا اللي حصل من ساعه ما البطل مات في الفخ بتاعه لحد دلوقتي، وزيك مش بيصدق كلامه ولكن سير بتقول له ان هو مش بيكذب، ولكن برغم كده بيتفقوا ان هم يعدموه. فبيترعب توكا وبينادي على الاميره علشان تساعده ولكنها بتكون مش موجوده. بنروح للاميره اللي بتكون بتهرب وهي عماله تردد كلمه ان البطل مات ومش مصدقه، ولكن بيوقفها له بيقول لها تعالي معايا وانا هساعدك. بتروح معاه فعلا علشان واثقه فيه. وبنرجع تاني لسير اللي بيجي لها الحارس بتاعها وبيقول لها ان الشياطين فجاه انتشروا في العاصمه، والغريب ان هم انتشروا من الداخل مش من الخارج. ساعتها بيقوم توكا يجري علشان يلحق يساعد الاميره قبل ما يحصل لها حاجه. وبنروح تاني اللو اللي بيكون اخد جريت لمكان مهجور وفجاه بيحوطها هياكل عظميه من كل حته. بتعرف الاميره انه مش ناوي على خير ولا هيساعدها ولا حاجه، وبتحاول تهرب بس مش بتعرف. وفجاه بيوصل توكا بس مش بيلحق يعمل حاجه، بيتضرب من الهياكل العظميه. وبتساله جريت ليه بيساعدها، فبيقول لها ان هو مش البطل الاسطوري ولكنه مش هيتخلى عن واحده واقفه جنبه. وقبل ما يكمل بيلاقي اللي جاي وبيطير راسه. بيهرب له مع الاميره قبل ما سير وزيك يشوفوه. واول لما بيوصلوا له بيسالهم توكا اللي بيكون رجع راسه لو انقذ الاميره هيتخطى حكم الاعدام، فبيوافقوا على كلامه. هنا بينفذ توكا خطه عبقريه وبيروح لمخبأ له هو مكتف زيك وسير وبيعرف يعدي من الحراس بكلمتين حلوين. بيوصلوا لممر طويل بيؤدي للغرفه اللي محبوس فيها ري ويونا، وهم في طريقهم فجاه بتكسر يونا الحيطه اللي جنبهم وبتهزم الشياطين وبتاخدهم وبيروحوا ينقذوا ري. بينتقل بينا المشهد لعند لو اللي بيكون حاطط جريت قدامه وبيعمل عليها طقوس بسبب ان هي من عرق الملك. بتساله جريت ليه بيعمل كده رغم انه كان طبيب طيب وبيحمل اطفال اليتامى، فبيقول لها انت ما تعرفيش ده انا من حبي فيهم انا بعمل عليهم كده لما يكبروا وبحولهم لهياكل عظميه كمان. فبتتصدم الاميره من بشاعته وبيوصل توكا في الوقت ده. بينزل علشان يضربه ولكن ايده بتتكسر، بس بتيجي يونا وبتديله ضربه قويه جدا بتحدفه بها لبعيد. وقبل ما يقتلوه بيخلي الوحوش تشتتهم. بيهرب ولكن يونا مش بتسيبه وبتهجم عليه، ولكنه بيستخدم اخر امل عنده هو عقار بيزود من قوته جدا ولكن عنده اعراض جانبيه ممكن تؤدي لموته. بيستدعي هياكل كتير وبيهجم بيها عليهم وبيتصاب زيك من الهجوم، ولكن الباقي بيهربوا وبيخرجوا يستخبوا في الغابه بس ما بيكونش عندهم وقت كتير ولو يمسكهم. ساعتها بيقول لهم زيك ان المرض بتاع جريت هو عباره عن قوه كبيره جدا ولكن مش بتعرف تتحكم فيها. بيقول لهم ان هي لما بتعيط الطاقه بتاعتها بتزداد بشكل كبير وممكن تموت، ولكن لو في حد قرب منها ممكن تنقل الطاقه دي ليه. المشكله ان ممنوع عليها انها تعيط من وهي طفله، وعشان كده نسيت بتعيط ازاي اصلا. ساعتها بتيجي في بال توكا فكره عبقريه وانه يستعمل السيف الاسطوري يعمل بيه حجر ويستخبى جواه لحد ما تيجي الفرصه المناسبه. وهنا يخرج توكا ويتسلل لحد ما يدخل لجيش الهياكل بتاع لو، وطبعا بما انه هيكل زيهم فمحدش هياخد باله منه. الخطه بتمشي تمام لحد ما بيوصل للدكتور علشان يقتله، ولكن بما انه ضعيف مش هيقدر يطعنه ويقتله فلازم يطعنه في نقطه ضعفه واللي هي الحجر السحري. وبيعمل كده فعلا ولكنه بيتفاجئ بضحكه لو وهو بيقول له انا كنت متوقع انك هتعمل كده ونقلت الحجر السحري بتاعي لمكان تاني. ولكن على مين يابا؟ توكا بيطلع اصيع منه وبيكون عامل حسابه لحاجه زي كده، وفجاه بيخرج سهم من جريته بيكسر الحجر السحري وبيفقد كل تحكمه في الهياكل. ومش عايز اقول لك مش بيسموا عليه وبيعملوا فيه زي ما انت شايف كده، ولسه هيدوا له محاضره في الاخلاق. بيلاقوا اللي جاي وقاسم راس توكا نصين وده بيكون الشيطان اللي له متحكم فيه تحكم تام. بيقع توكا على الارض فقد الوعي ويونا بتتعصب بسبب اللي عمله وبتروح تهجم عليه بقوتها، بس بيديها قلم بيرزعها في الشجره اللي جنبها. بيروح يضرب ريو بيكمل لحد ما بيوصل للاميره وبيكون هدفه اصلا وبيكون خلاص هيمسكها، ولكن فجاه بيتدخل الحارس بتاعها وبيصد الهجوم في اخر لحظه وبيطلب منها تهرب. بتعمل كده فعلا وبتروح عند توكا اللي بيكون فاقد كل قوته يا دوبك قادر يتحرك، ولكن فجاه بيقف عن الحركه تماما وبتكون دي النهايه. بتعيط جريت جنبه علشان حبته فعلا. وبنرجع تاني ليونا والحراس اللي بيكونوا في وضع صعب جدا وفقدوا خلاص كل قوتهم في القتال. فجاه بيلاقوا توكا داخل عليهم بعد ما قوته رجعت له وجسمه رجع لشكله الطبيعي مره تانية، والشيطان مش بيستناه يفكر وبيهجم عليه بضربه قويه جدا. بس المفاجاه ان توكا بيصدها. مش بيقف لحد هنا، الادب بيعمل حجر سحر ضخم باستخدام السيف وبينزل عليه بهجوم فتاك بيخلص عليه تماما. بنعرف بعدها انه لسه عايش بسبب القوه اللي اخدها من الاميره، وبيهنيه الملك على انقاذ الاميره بتاعته وبيديله عربيه سحريه بتشتغل بالمانا. وبيجي اليوم اللي هيمشوا فيه من العاصمه، وعشان الاميره مش بتعرف تودعه بتبعت له رساله مع الحارس وبيقراها توكا وهم في الطريق، فبتبقى كاتبه له فيها ان هي استمتعت بالوقت اللي قضته معاه جدا ومش زعلانه على موت البطل الاسطوري، بل بالعكس. وفي نهايه الرساله بتكون كاتبه ان هي سايبه له هديه في صندوق الخلف للعربيه. بيروح توكا يفتح الصندوق بيتفاجئ بالاميره نفسها وهي بتقول له ان هي هتروح معاه للرحله، ومش بس كده لا ده كمان هتدربه على القتال. بعد 15 يوم من خروجهم من العاصمه بنشوف توكا وجريت وهم بيتدربوا على فنون السيف، وبيخسر توكا كالعاده بس بيقول لها انه ممكن يكبر حجم السيف بتاعه ويقتلها عادي. بترد عليه وبتقول له ان شيء زي ده هيستهلك منه مانا كتير جدا وهو ما صدق يرجع لشكله الطبيعي، وكمان ما ينفعش يعتمد على السيف اعتماد كامل، لازم يكون له لازمه برضه. وهما بيتكلموا بيلاقي ري جايبه لهم طاير حامل رساله من سيرو بتقول لهم فيها ان لو كان في حد اكبر منه واقوى منه بمراحل بيتحكم فيه، وبتطلب منهم يتجهوا للشمال علشان يعرفوا مين الشخص ده ويتخلصوا منه. فبيسال توكا ري لو كانت عارفه حاجه عن اللي سير بتقوله، فبترد عليه وبتقول له لو كان اللي بتقوله ده صح فده معناه ان في حد عايز ينتقم من اللي حصل قبل 3 سنين. اول لما بيسمع توكا سيره الانتقام بيرمي الطاير ولا كانه شاف حاجه وبيقول لهم احنا مالنا احنا، يلا بينا نكمل طريقنا. وفعلا بيقتنعوا بكلامه. بعد وقت مش طويل بيلاقوا قريه صغيره في طريقهم بيروحوا يباتوا هناك،
هناك وبيجي وقت النوم فبتسيب يونا توكا وبتروح غرفتها. فجأة بيطلع عليها زومبي وبيعضها بس بتعرف تفلت منه وبتهرب على طول، ولكن بتتعب جدا وهي بتهرب بسبب العضة. وفي الوقت ده بيشوفها توكا اللي بيكون رايح غرفته، بيروح يلحقها قبل ما تقع وهنا بيتجمع الزومبي عليهم ولكن بيعمل حاجز بالسيف بتاعه. وساعتها بتفاجئ يونا وبتقول ان هي اتعضت وطبعا توكا بيترعب، بتطلب منه انه يشيل الحاجز علشان هي عندها خطة. واول لما بيعمل كده بتاخده وبترميه بعيد عنها وبتقول له ما تقربش مني، بس توكا بيتضايق من اللي هي عملته ومش بيفرق معاه حاجة وبيروح علشان ينقذها. الزومبي بيتجمعوا حواليه خلاص هيتمكنوا منه، ولكن بيجي في الوقت ده كلارك اللي بيكون لسه عايش وبيخلص على كل الزومبي بضربة واحدة. بيروحوا بعدها الري وجريت اللي بيكونوا هما كمان عمالين يقتلوا في الزومبي اللي بقوا في كل مكان. وساعتها بيدخل عليهم توكا وهو شايل يونا على كتفه، بيسالوه مالها فبيقول لهم ان هي جات لها نزله برد وما رضاش يقول ان هي اتعضت علشان ما يخوفهمش منها. بيفكروا في خطه للهروب من المدينه بس بتكون العربيه بتاعتهم بعيد جدا وعلشان يروحوا لها هيعدوا على اعداد مهوله من الزومبي. فبيقول لهم توكا ان مفيش اي خيار تاني غير انهم يفضلوا هنا ويحموا الباقي من القريه، والمره دي يعرفوا مين السبب في اللي بيحصل. هنا بيقول لهم كلارك اللي بيكون جاي مع توكا ان قصر العمده بتاع المدينه دي متحوط باسوار وامن مكان في القريه. بنروح بعدها للعمده اللي بيكون عمال يهدي الناجيين ويطمنهم، وساعتها بيدخل توكا القصر هو وفرقته وبيفرحوا الناجيين بسبب ان البطل الاسطوري بقى وسطهم. كان موجود هناك سور واحد من اللي كانوا شغالين مع لو وكان من الناجيين وخايف للبطل الاسطوري يكشفه، بس بيفرح جدا لما بيلاقي ان توكا مش فاكره اصلا، وبيلاحظ انه بيعرف ان هي اتصابت وبيضحك ضحكه خبيثه. وبيروح لتوكا بيقول له البنت اللي معاك دي مالها كده شكلها اتعضت، فبيرد عليه توكا بيقول له هو متوتر ان هي تعبانه وهتفوق بعد شويه. بيكمل سور وبيعلي صوته بيسمع الناس كلها وبيقول له انت ازاي تدخل واحده مصابه للمكان الوحيد الامن في القريه؟ هو انت مش فارق معاك ارواح الناس الابرياء؟ وبيقلب على الترابيزه وساعتها الناس بيخافوا جدا وبيطلبوا قتل يونا، وعشان كده بيخرج سور الخنجر بتاعه علشان يروح يقتلها. بس قبل ما يعمل اي حاجه بياخد له لكمه من توكا بترزعه في السور وبيقول له ما تفكرش تلمسها عشان لو لمستها مش هسيبك حي على وجه الدنيا. بيرفع سيفه وبيقول للناجيين اللي عايز يقتلها يجي وانا مش هرحمه. وهنا بتتاكد جريت ان يونا مصابه وتوكا كان مخبي عليهم، بتحاول تهديه عن اللي بيعمله ده وبتتدخل ريف النقاش وبتقول ان هم اكتر ناس هيخافوا على يونا وكان لازم يقول لهم من الاول ان هي مصابه. وفعلا بيرجع توكا لرشده، بيتاسف للكل ولكن فجاه بتتحول يونا لزومبي وبتهجم عليه وبيحاول يوقفها ولكن بيكون الاوان فات خلاص. بتستخدم ري قوتها وبتسيطر على يونا وبترجعها كانها طبيعيه تاني، وبيفرحوا الناس جدا باللي حصل. بيروحوا يقعدوا بعد كده وبيسالها توكا عملت ايه في يونا، فبترد عليه وبتقول ان هي اتحكمت في جسمها وبس ولكن هتفضل زي ما هي لحد ما يعالجوها من سحر استحضار الارواح. دلوقتي هي جثه من غير روح وعشان يعالجوها لازم يقتلوا مستحضر الارواح اللي بيعمل فيها كده، بس بتقول له ري ان هي هتدخل جوه جسمها وتتحكم فيها. فبيستغرب توكا بيقول لها وانت تقدري تعملي كده، وبيكمل وبيطلب منها تنقله هو وتخليه يتحكم فيها بدلها علشان لما ري تعمل كده مش هتقدر تستخدم قوتها غير لما ترجع جسمها وهم هيكونوا محتاجين قوتها جدا. فبتوافق ري بعد تردد وبتنجح فعلا ان هي تنقله ويتحكم هو في جسم يونا. اما بقى في خارج القصر بنشوف شيطان بيهجم على السور وبيكسره، وفي ثواني بيدخل الزومبي لداخل القصر وبيوصل الزومبي للغرفه بتاعتهم ولكن بتستخدم ري سحر الاستحضار وبتوقفهم مكانهم. بيخرجوا من القصر وبيشوفوا بعدها العمده متحوط بالزومبي والشياطين وبيروحوا يخلصوا على الشياطين كلهم وبينقذوه. وساعتها بيقول لهم العمده ان هو عامل مخبأ امان وبياخدهم للسطح بتاع القصر وبيكون عامل هناك غرفه امنه معموله من الفلوس ومش بس كده لا ده كمان حاطط فيها مدفع. بتقول لهم ري في الوقت ده ان المتحكم في الشياطين وتقريبا المتحكم في الزومبي هو شيطان من رتبه مرتفعه وبيكون داخل القصر اصلا وخلال دقايق وهيوصل لهم. وفعلا ما بيلحقوش حتى يفكروا وبيلاقوا الشيطان القائد هو واتباعه بيخترقوا الغرفه المحصنه من تحت بسبب ان العمده ما فكرش ان ممكن حد يدخل من تحت واهمل الارضيه. بيخرجوا من الغرفه قبل ما الشيطان يمسكهم بس بيجي شيطان من وراهم وبيضرب كلارك وبيحدفه بعيد وبتكون قوته مهوله. بيطلب توكا من ري ان هي تتحكم في جسم البطل الاسطوري وتقتله بالسيف وبتحاول تعمل كده ولكن ما بيحصلش اي حاجه. بياخد توكا السيف وبيجرب وفعلا بينجح يتحكم في السيف الاسطوري وده اللي بيفاجئ جريت وبتقول له ازاي قدر يعرف يستخدم السيف الاسطوري وهو في جسم يونا. بيرد عليها وبيستغرب وبيقول لها فين المشكله، فبتقول له انت كده المختار يعني البطل الاسطوري الجديد. طبعا توكا بيتفاجئ من كلامها بس بيقطع كلامه هجوم الشيطان ولكن توكا بيعرف يصده في اخر لحظه وبيهجم عليه هو والاميره وبيخلصوا عليه تماما. بيخلص سور على شيطان هو كمان ولكن بيتفاجئ بزومبي من وراه وبيعضه وعشان كده بيتجه على طول على القائد علشان يخلص عليه قبل ما يتحول. الشيطان بيكون بيهرب ولكن سور بيقرب يوصل له بس فجاه بياخد ضربه من شخص مجهول بيقع على الارض وبيوصل توكا وري في الوقت ده. بنعرف ان الشخص ده هو مستحضر الارواح اللي سير طلبت منهم ان هم يقتلوه، بيكون اسمه دييجو وبيكون هو وري عارفين بعض. بيكون هو المتحكم في قائد الشياطين وبتساله ري سؤال غريب وبتقول له هو انت اللي كنت متحكم في الشياطين اليوم ده يا دييجو وانت عارف انا قصدي ايه؟ بس بيتجاهلها دييجو تماما وبيكلم توكا وبيكون عارف عنه كل حاجه وان البطل مات بسبب توكا وهو مستحوذ على جسمه. بس بتصدمه ري في الوقت ده لما بتقول له انه في المستوى الاول بس وبيتعصب توكا من غباها ولكن بتكمل وبتقول له الحقيقه ان قوه توكا مش بتتقاس بمستويات القوه السحريه. فبيرد عليها دييجو بيقول لها مش مهم، المهم انه قتل البطل الاسطوري وده معناه انه متوافق مع الهدف بتاعنا. بتقول له ري لسه عايزين تنتقموا بعد 3 سنين، فبيقول لها ايوه اصل من 4 شهور اتكسر الختم اللي على بوابه الشياطين وقريب جدا هنحتل العالم ده بالتحالف مع الشياطين كامله. بترد ري وبتقول له الشياطين هم اعدائنا، فبيقول لها قصدك ان البشر هم اللي اعدائنا، وساعتها بيهجم عليهم زومبي من ورا. بس توكا بيحبسهم باستعمال السيف وبيستعد دييجو علشان يقتله ولكن توكا بيوقفه وبيقول له ما سالتنيش انا ليه مش البطل الاسطوري وبعرف استخدم السيف الاسطوري. فبيستغرب دييجو وبيساله عن السبب
السبب، وساعتها بيفرح توكا وبيقول مع نفسه انه حتى هو مش عارف السبب، بس اهم حاجه ان انا اضيع وقت. بيكمل وبيقول له زي ما قلت لك ان انا قوتي مش بتتقاس بالطاقه السحريه، عارف ليه؟ علشان انا بستخدم قوه اكبر واجمد من الطاقه السحريه نفسها، واسم القوه دي القوه اللازلاميه، والكلام ده كله بيبقى توكا هو اللي اخترعه دلوقتي. بس العجيب ان الجذبه بتمشي على ديجو وبيبدا يفكر قبل ما يعمل اي حاجه. فجاه بتيجي العربيه السحريه بتاعتهم وبتخبطه، وبيكون اللي سايقها العمده، ودي بتكون خطه توكا من الاول وهو اللي طلب منه يعمل كده. بيحسبوا ان ديجو مات من الضربه الضعيفه دي، بس بيخرج ولا كانه حصل له حاجه، وبيقعد يضحك على سذاجتهم. ولكن زي ما احنا متعودين من توكا ان دي مش خطته الوحيده، ده بيكون جايب العمده وجايب معاه الدعم. وفجاه بتيجي واحده اسمها ميلي بتقول لهم ان هي البطله الاسطوريه، وفي نفس الوقت البت ميلي دي بقى تبقى اخت يونا. ومفكرين ان المفاجات خلصت لحد هنا، لا والله، بيكون معاها ابو يونا، وبيكون واحد من الابطال الاربعه المتقاعدين واللي كانوا بيحموا الملك واسمه فير. اول لما بيشوف يونا بيقول لها انا مش قلت لك خليكي في القريه اللي جابك هنا؟ بس مش بيطولوا كلامه وبيهجم ابو يونا واخت يونا على ديجو، وبتكون قوتهم قويه جدا. فبيهرب ديجو علشان ما بيكونش عامل حسابه لحاجه زي كده، بس قبل ما يمشي بيقول لهم انتوا بتحسبوا ان الزومبا هيرجع لطبيعتهم مره ثانيه؟ تبقوا غلطانين، وخلال يوم واحد من دلوقتي كلهم هيتحولوا لشياطين، وحتى لو قتلتم القائد بتاعهم هيتحولوا برضه. بيقعد يضحك وبعدها بيمشي، وبتروح واحده من الفريق بتاع ميلي تعالج سور اللي بيكون خلاص بيلفظ انفاسه الاخيره، ولكن بيكون الاوان فات للاسف، وعشان كده بيطلع كل الاحجار السحريه اللي معاه وبيديها لتوكا وبيطلب منه ينقذ العالم. بيعتذر له عن كل الحاجات اللي عملها له، فبيوافق توكا على اعتذاره، وبعدها بيدخلوا كل الزومبا للقصر وبيقفلوا عليهم علشان ما حدش فيهم يخرج لما يلاقوا حل. بيجي الصبح وبتكون خطتهم انهم يهزموا قائد الشياطين املا منهم ان سور والباقيين ما يتحولوش لشياطين. وبيعرف توكا من الاتجاه اللي طار فيه ديوجو ان هو رايح لايفا، وده موطن توكا الاصلي. بيروحوا الفريقين مع بعض، وبنعرف ان البنت دي اسمها شانون وهي ساحره، والبنت دي اسمها دوري ودي ساحره برضه، ودول هم الرفقه بتوع البطل الاسطوري. واول لما توكا بيعرف كده بيخاف علشان ممكن يكشفوا ان البطل الاسطوري اللي معاهم طبعا جثه على الفاضي. فجاه بيسال فير البطل الاسطوري وبيقول له ايه السبب اللي مخليك تاخد بنت معاك في رحلتك، بس مش بيلاقي اي اجابه منه. وقبل ما يساله تاني بيتكلم توكا اللي في جسم يونا لو نسيت، وبيقول له انه ندمان عن الختم بتاعه انه اتكسر، وعشان كده مش بيتكلم. فبيصدقوا فير، بس المصايب مش بتقف لحد هنا، وبتسال ميلي اختها وبتقول لها هو انت ليه بتتكلمي زي الواد اللي اسمه توكا ده؟ وبتكون عارفاه علشان كانوا اصحابه هم صغيرين. فبيجاوبوا بيقول لها ان ده طبيعي علشان فضلوا مع بعض فتره طويله، وبيكون فير مش طايق توكا على عكس ميلي. بس فجاه العربيه بتقف علشان وقع قدامهم صخره كبيره. بيظهر اشخاص تبع ديوجو، وعشان كده بيرجعوا ادراجهم مره ثانيه وبيدخلوا لطريق ثاني، ولكن بيبقوا عاملين حسابهم الطريق ده بيكون عباره عن فخ وبيقعوا من منحدر عالي وبتتحطم العربيه بتاعتهم. فبيضطروا يسيبوها وبيمشوا علشان ما عندهمش وقت. بس فجاه بينتشر الضباب في المكان، فبيعرفوا ان اكيد ده فخ تاني من الاعداء، وبيفضلوا في مكانهم ما بيتحركوش. وفعلا كلامهم بيكون صح، والضباب ده خارج من شيطان في واحده بتتحكم فيه تبع ديوجو. وفجاه بيظهر الشيطان من الضباب من غير ما حد يشوفه وبيطعن جريت. بيبص توكا وراه بيلاقي الفريق كله مرمى على الارض، وبتروح البنت لتوكا اللي بيتوسل لها ان هي تعفى عن حياه اصحابه في المقابل هيديها السيف الاسطوري. فبتوافق البنت على طلبه بكل سرور، وبيديها توكا السيف فعلا، ولكن بتكون غداره وبتضحك وبتقول له هقتلكم كلكم برضه. ولكن اول لما بتقول له كده بيضحك توكا بيقول لها انت الخسرانه. فجاه بيقوم الكل، بتكون ريت لعبت في الشيطان وخليته يعمل ان هو بيطعن جريت والباقيين، وبخطه عبيطه وسهله جدا قدروا يوقعوها بيها. بس اول لما الضباب بيروح بيتفاجئ توكا ان البنت اللي كانت بتواجههم دي تبقى المعلمه بتاعته، واسمها سيل في الاساس، هي اللي علمته ينصب الافخاخ. ولكن سيل بتقول له ان هي ما علمتش حد. بس اول لما بيوريها تابوت السحر بتتصدم، وميلي هي كمان بتتفاجئ. بس توكا بيطمنها وبيقول لها اشرح لك كل حاجه بعدين. وبنعرف ان لما حصلت الحرب في مدينه توكا ومات ابوه وامه كان بيحاول يعيش، وكان في يوم من معافرته في الدنيا ماشي، بس فجاه بيقع في فخ من الفخ بتاع سيل، ولكن ما رضتش تقتله، اخدته كتلميذ ليها، وده طبعا بعد محايلات كتير منه. ورغم ان هو عارف ان هي شريره، ولكنه فضل مصر ان هي تاخده تلميذ ليها. وبيسالها ليه دلوقتي بتشتغل مع الشياطين، بترد عليه وبتقول له ان هي كانت في بوابه الشياطين من 3 شهور كده، وحصل حاجه خلتها توافق تساعدهم في الانتقام. فبيسالها ايه اللي حصل، فبتقول له روح لهناك وانت هتعرف بنفسك. بتنادى على ريو بتقول لها وانت كمان روحي، وساعتها قرر هي هتمشي في اي طريق. بتسيبه وبتمشي وبتقول له ان هي هتسيبه بس هتاخد السيف الاسطوري معاها، بس لو عايز يقاتلها فهي ما عندهاش مانع. فبيرد عليها توكا بيقول لها وهو متعصب يعني انت كسرت عربيتنا السحريه ودلوقتي هتاخد السيف. فبتكمل سيلو بتقول له ان هي لسه في الاساس، فبيقول لها خلاص خديه وتعالي معانا للبوابات، ولو رفضت يا سيل انا عامل تعويذه على السيف ده كفيله تقطع دراعك. وده اللي بيخليها تضحك وبتوافق على طلبه. بتاخدهم فوق شيطان من شياطينها وبتوصلهم لحد ورشه علشان يصلحوا العربيه، وبيدخلوا يقعدوا جوه، بس توكا بيسمه ويخرج بره. وهنا بتجيله ميلي وبتطلب منه انه يبارزها، بس قبل ما النزال يبدا بتهزمه ميلي بكل سهوله، وده اللي بيعصبها. وبتقول له انت ازاي هتنقذ العالم بالضعف ده، وازاي هتنقذ اختي اصلا؟ فبيرد عليها وبيقول لها مش مهم الطريقه، المهم ان انا مش هستسلم. وده اللي بيبسط ميلي جدا. وفجاه بيرجع توكا بالزمن لما كان طفل صغير، وبيتفاجئ جدا من اللي حصل، ولكنه بيفرح في نفس الوقت. بيقول خلاص مش مهم، اديني معايا وقت كافي علشان اقدر الاقي خطه انقذ بيها العالم. بس بيستغرب لما بيلاقي ان مفيش اي رد فعل من الناس اللي حواليه وكانه مش موجود. فبيروح يقعد في الغابه لوحده، وساعتها بتجيله يونا بتكون بتتعامل معاه بشكل طبيعي، وده اللي بيخليه يشك ان الناس اللي يعرفهم بس هم اللي يقدروا يتعاملوا معاه عادي. وساعتها بتقول له يونا ان هي هتفضل معاه للابد ومش هتسيبه، وبعدها بتمشي. وطبعا توكا ما بيكونش فاهم حاجه، بس فجاه بيسمع صوت يونا جاي من الغابه، ولما بيروح هناك بيلاقي يونا الحقيقيه المره دي. بتقول له ان هي مش قادره تلمس او تتكلم
مع اي حد زي اللي حصل معاه بالظبط، وبيتمشوا مع بعض علشان يفهموا ايه اللي بيحصل. مش بيفهموا حاجه برضه، ساعتها بيجربوا حاجه جديده وبيخرجوا بره المدينه وبيتوجهوا لمكان عمرهم ما راحوا قبل كده، واول لما بيعملوا كده بيتفاجئوا بالمكان كله ابيض في ابيض. بيحاول يعدي ايده من البياض ده فبتعدي، فبتربط يونا وبيدخل، بس فجاه بيتسحبوا هما الاثنين وبيلاقوا نفسهم دخلوا البيت يونا القديم. لكن الحاجه الغريبه هنا ان توكا اول مره يجي المكان ده، وبيقعدوا يدخلوا من مكان للتاني لحد ما بيوصلوا لليوم اللي ماتت فيه امه وابو توكا. بيروح توكا علشان يشوف امه، بيلاقيها بتعرف تتكلم معاه عادي، ولكنها بتكون تعبانه جدا وبتديله رساله. بعد ما بتديله رساله بتتاسف له وبتموت، وبيكملوا انتقال لحد ما بيوصلوا لليوم اللي اتكسر فيه الختم عن بوابه الشياطين. بينتقلوا بعدها المكان مجهول، بس الغريب ان توكا بيكون اتصاب، وده بسبب ان هو اتصاب في العالم الواقعي فعلا. وفجاه بيجي لهم شيطان من رتبه مرتفعه، وبنعرف ان العالم المجهول ده هو اللي عامله. بيقول له الشيطان ان العالم ده اشبه بعالم الاحلام، وما تقدرش تتوقع ايه اللي ممكن يحصل فيه، ودي طريقته في انه يخلي ضحاياه يقتلوا نفسهم لما يفقدوا اعصابهم. وبيقول له الطريقه الوحيده للنجاه من هنا هي انك تقتل نفسك انت ويونا. ساعتها بياخد توكا يونا وبيهربوا وبيقعدوا ينتقلوا من وقت للتاني، بس بيعرف الشيطان يوصل لهم بكل سهوله برضه. وبيقول الشيطان ان في كذا طريقه للتخلص منه، وهي انه يهزمه هنا او حد في العالم الواقعي يهزمه. والطريقه الاولى مستحيله علشان هو بيتحكم في العالم ده تحكم كامل، والطريقه الثانيه برضه مستحيله علشان كل اصحاب توكا بيحاربوا الشياطين ومحدش فيهم فاضي ينقذه. بيحاول توكا يلمسه بس بيفقد كل قوته، مش بيعرف، وده بسبب انه بيقرا كل افكار توكا، وطبعا بيعرف تحركاته كلها. بيطعنه في بطنه بيقول له ان دي خلاص نهايته، وفجاه توكا بيتحرك بسرعه بيتفادى الضربه بتاعته. والمفاجاه ان هنا الشيطان ما بيعرفش يتوقع الضربه بتاعه توكا بسبب ان يونا هي اللي حركته. وبنبدا نفهم ان الشيطان مش بيقدر يشوف يونا علشان هو في وعي توكا، وتوكا نفسه في وعي يونا اللي هو في جسمها يعني. بيفهم توكا ويونا الموضوع، عشان كده بتمسكه يونا علشان تقاتل هي، وفي نفس الوقت مش بيفكر في اي حاجه، وده اللي بيحبط الشيطان وبيحطه في وضع صعب، وبينقلب السحر على الساحر. بتهجم عليه يونا وبتخلص عليه بضربه واحده علشانه ضعيف، وبيرجع توكا بعدها للعالم الواقعي. ولكن المفاجاه انه بيقدر يشوف يونا. ومش بس كده، المفاجاه الاضخم انه رجع لجسم البطل الاسطوري تاني، وهنا بيجي له باقي الفريق اللي بيكونوا خلصوا على كل الشياطين اللي هجموا على المدينه. بيفرحوا ان هو بخير وبيقولوا له ان العربيه اتصلحت خلاص، وبيقول لهم توكا ان بقى يقدر يشوف يونا، بس للاسف محدش بيقدر غيره يشوفها. لكن بتستخدم ري مهاره عندها وبتعرف مكان يونا من خلال الطاقه السحريه بتاعتها، وبعدها بيربطوا يونا بالزومبي وبيحبسوها في العربيه. وفي نفس الوقت ده بيوصل كلارك هو والعمده. بنروح لديوجو اللي بيكون واقف مع واحد صاحبه، وفجاه بيدخل عليه حراس الملك، وبيبقى الملك شايف كل ده بسحر المراقبه. وبنرجع تاني لديوجو اللي بتهجم عليه واحده من الحراس وبتقطع راسه، بس بيرجعها مره تانيه بسهوله، وبيكون عمل كده علشان محول نفسه لزومبي زي ما ري عملت مع توكا، وعشان يتقتل لازم التابوت السحري بتاعه يتدمر. بتهجم واحده على الواد التاني، بس بيستخدم سحر الانتقال الاني وبينقل سلاحها لداخل دراعها، وبيحط السيف بتاعه على رقبتها. وعند ديوجو اللي بيستدعي واحد من ملوك الشياطين بيخليه يهجم على الحراس. بيتم قتل الحراس بالكامل، وبنرجع تاني للملك اللي بيكون قاعد يتفرج على كل اللي بيحصل، وبيتفاجئ نوعا ما عشان اول مره يعرف ان هما بيتحكموا في ملوك الشياطين. بيامر جنوده يجمعوا كل الجيش وبيهجموا في الوقت ده، وبيوصل العمده هو وكلارك وبيقولوا ان هما لازم ينطلقوا دلوقتي ومفيش وقت. بيقولوا ان فاضل وقت قليل جدا وهيتم تحويل كل القرويين للشياطين، وده معناه ان اعدادهم هتتضاعف. بيتوسل لينقذ شعب قريته، وساعتها بتطلب سير من الملك ان يديها الاذن بالهجوم، بس بيقول لها الملك واضح ان الوضع صعب جدا، وده معناه ان الفرسان مش هيقدروا يعملوا اي حاجه. فبترد عليه سير وبتقول له مش الفرسان لكن انا هطلب مساعدته هو كمان. وبيكون قصدها على كايل اللي حابسينه في السجن بسبب انه دلوقتي بقى اقوى واحد في العالم بعد ما البطل الاسطوري مات. بنرجع تاني لتوكا اللي بيكون بيتجهز علشان الحرب، وبيجي وقت الرحيل، فساعتها بتقول له سيل انا حذرتك ما تزعلش لما الامور تسوء، وبتبقى مش عايزه تروح معاهم ولكنه بياخدها غصب عنها. بينطلقوا بكل سرعتهم، وفي نفس الوقت كايل وسير بيكونوا طلعوا هم كمان، وبنعرف ان خطه كايل هي قتل كل مستحضرين الارواح وكل الشياطين وبعدها قتل توكا. بنرجع تاني لتوكا اللي بيكون وصل اخيرا لمكان العدو، بس بيقابل مجموعه مهوله من الشياطين هناك، وقبل ما يلحق يهجم بتغدر بسيل من ظهره بسلاح سحري يقدر يقتل الزومبي، وبتقتل توكا تماما. ساعتها بيسالها الشيطان تبع دييجو باستغراب وبيقول لها وانت ما خنتناش، فبترد عليه بتقول له لو شاكك فتقدر تتاكد بنفسك، وبيتاكد فعلا ان هي قتلت روح توكا نهائي. بتقول له تعالى وديني للرئيس علشان اديله الجثه، وبنعرف بعدها ان دي خطه من توكا من الاساس علشان بيكون دخل هو وكل الفريق من الانفاق اللي تحت الارض، بس المره دي باستخدام جسم توكا الحقيقي، اما الشخص اللي سيل قتلته ده يبقى جسد البطل الاسطوري مش اكتر. بيسيب توكا الفريق يامنوا المدخل وبيدخل هو لوحده، بس فجاه بتجيله ريو بتقول له ان هي هتروح معاه، فبيوافق علشان بتكون مصره، وبيقعدوا يجروا لحد ما بيوصلوا لقصر الشياطين. فجاه توكا بيقع على الارض من الارهاق، وده بسبب ان الجسم ده اضعف من جسم البطل الاسطوري ويونا بمراحل. ساعتها بيشوفوا اتنين من الشياطين جايين يتحققوا من المكان، وبيستخبى توكا هو وري داخل السيف، واول لما الشياطين بيقربوا منهم بيقتلهم بكل سهوله. بيدخل توكا جوه الشيطان منهم ويتحكم فيه علشان يقدر يدخل من غير ما حد يشك فيه، اما ري بتكون الخطه ان هي تتحكم في الشيطان ده وتقتم نفسها على اساس ان الشياطين قبضت عليها. بيدخلوا داخل القصر وبيشوفوا الشياطين مرتفعه الرتبه بيستعدوا لقتل 3 محاربين وبيكونوا هيقتلوهم، بس قبل ما يعملوا كده بيتدخل توكا وبينادي على كل الشياطين وبيقول لهم ان حصل عليهم هجوم من الخارج. لكن المفاجاه ان هم مش بيعبروه علشان بيكون شيطان من رتبه منخفضه، وعشان كده بيرجع ياخد قماشه حمراء يربطها على دماغه، وبكده بقى شيطان من الرتبه الاعلى. بيروح بسرعه قبل ما المحاربين دول يموتوا، وبيوقف الشيطان في اخر لحظه وبيقول له ايه رايك اعلمك طريقه تخليك تستمتع بقتل وتعذيب البشر الضعاف. الشياطين كلها بتفرح علشان حسوا بالملل من قتل البشر، وقال لهم ان هو هيعلمهم الطريقه دي لما يفضى علشان مش
فاضي دلوقتي. بيسيبوا المحاربين علشان يقتلوهم بعد ما يتعلموا الطريقه ويستمتعوا بها اكتر، وده اللي توكا كان عايزه هو تضييع الوقت وبس. بيرجع تاني توكا لعند ري ويونا، بس فجاه بيجيله شيطان وبيطلب منه يقول الكلام اللي قاله لهم للملك بتاعهم. بيوافق توكا فبياخدوا الشيطان ده لغرفه الملكه، وبتكون خطه توكا هو انه يخلي الملكه ترمسه بارادتها، بس ما بيكونش عارف ازاي. واول لما بتشوف الملكه بتساله جاي هنا ليه، فبيرد عليها واحد من الاثنين اللي جابوه وبيقول له ان عنده طريقه بتزود المتعه المستخرجه من قتل البشر. الملكه بتاعتهم بتوافق على طول لما بتسمع الكلام ده، وبتقول له ازاي. فبيكمل توكا بيقول لها ان الطريقه سهله وبسيطه جدا، كل اللي عليكي هو انك تلمسيني. اول لما بتلمسه بتقع على الارض فاقده الوعي، وهي دي التعويذه اللي توكا كان مخبيها، وبيخرج السيف بتاعه علشان يقتلها، ولكن قبل ما يلمسها بتفتح بوابه بتسحبه فيها، ولكنه بيعرف يخرج في اخر لحظه. بيكون اللي عمل كده هو صاحب ديوجو الواد اللي اسمه كيبا. واول لما بتشوفه ري بتجري على طول وهي فرحانه وبتقول له اخويا. بنعرف ان فاضل ساعه و10 دقايق وكل الزومبي هيتحولوا لشياطين، وعندي باقي الفريق اللي بيكونوا بيواجهوا الشياطين اللي موجوده. قائد الشياطين بيعرف ان توكا دخل القصر، وعشان كده بيأمر جنوده ان هم يسيبوا اي حاجه دلوقتي ويروحوا يدافعوا عن القصر. فبيتكلم ميلي توكا وبتساله عمل ايه، فبيرد عليها وبيقول لها انه ضيع وقت على قد ما يقدر. بنرجع تاني لعند ري اللي بيسالها كيبا انت ليه واقفه مع فريق البطل، فبترد عليه وبتقول له ان هي عايزه تنقذ العالم، وده اللي بيعصبه. بيقول لها هو انت نسيت اللي حصل قبل 3 سنين ولا ايه؟ ساعتها بيرد عليه توكا وبيقول له انا عرفت من ري كميه الاضطهاد اللي كانت بتحصل لكم، وبتفهم ان انت عايز تنتقم، بس ما ينفعش انك تدخل ناس ابرياء في الموضوع. كل الناس اللي هيتحولوا دول ذنبهم ايه؟ فبيرد عليه كيبا وبيقول له انا مش بفضل اذيه الابرياء، ولكن اصلا الانتقام ده كان لكسب التعاطف مش اكتر. الهدف الحقيقي هو حبس العائله الملكيه هم وكل الطبقات الحاكمه واخضاعهم، وبعد كده نبدا في السيطره على العالم ونحول العالم ده لعالم سليم يقدر يعيش في كل مستحضرين الارواح والبشر بسلام مع بعض. ولازم علشان نعمل كده نضحي بشويه ناس. فبيقول له توكا مش لازم، ممكن الخطه دي تتعمل من غير ما نقتل ناس من الاساس. فبيكمل كيبا وبيقول له ده كان زمان، اما دلوقتي كل حاجه بتتحل بالقتل. بيكلم اخته بيقول لها ما تنسيش اللي اتعمل فينا من 3 سنين، وفكري كويس جدا انت هتوقفي مع مين. فبتقول له ري انها وعدت البطل الاسطوري ان هي تنقذ العالم وهتقف مع الخير. بيقول لها كيبا يعني انت عايزه تقفي مع الشخص اللي قتل عيلتك بالكامل. فبترد عليه بتقول له دي كانت مجرد حادثه. هنا بيدخل دييجو المكان وبيقول للكيبا قتلها انت مستني ايه، ما تخليش حد يقف في طريقك، وبيخلي واحد من ملوك الشياطين ياكل جثه الملكه. طبعا توكا بيفرح علشان خلاص يونا والباقيين هيرجعوا لطبيعتهم، ولكن دييجو بيصدمه بيقول له انه امتص سحرها، يعني لسه التعويذه شغاله، وهو بيقعد يضحك ويسخر من توكا. فبيرد عليه توكا بيقول له ماشي لو عايز نزار راجل لراجل خلي كيبا يرجع السيف بتاعي اللي هو خده. وبيكون كيبا خده لما انتقل لجسم الشيطان، وساعتها بيقول كيبا لدييجو ما توافقش، انت اكيد عارف ان هم بيخططوا لحاجه. ساعتها توكا بيرد عليه وبيقول له انا لو كنت بخطط على حاجه كنت قتلتك من زمان. وبيوري له التعويذه اللي حاططها على السيف وبيقول له لو كنت فعلتها بدري اقل حاجه كانت هتحصل انك هتخسر دراعك لو جيت فيك. الكلام ده بيستفز دييجو بيقول له اديله السيف، ورغم ان كيبا بيبقى متضايق الا انه بيديله وبيبدا النزال بينهم بضربات سريعه وقويه من دييجو، وبيتصاب توكا من اثرها. بيضحك دييجو عليه وعلى سذاجته، ولكن توكا بيبتسم فجاه وبتتكسر الارض من تحت دييجو وبيقول له هو انت هتحسب ان انا هقاتل بشرف وعدل ولا ايه؟ اول لما بيقع بيلاقي السيل هي والشيطان اللي متحكمه فيه بيهجموا عليه بسحر البرق، وعند توكا بيجي له كيبا وبيقول له انت شكلك نسيت ان انا موجود. بس فجاه البطل الاسطوري بيجي وبيحدفه بعيد، وبتكون يونا هي اللي بتتحكم فيه، وبيبدلوا الجسم مع جسم توكا علشان جسمه اقوى منه بمراحل. بينزل على دييجو بقوه كبيره جدا وبيحصل انفجار في المكان من قوته، ولكن المفاجاه ان دييجو بيهرب من الهجوم وبيقطع ايده، ولكن زي ما انتم عارفين انه زومبي فبيرجع ايده تاني مره بسهوله. بيهجم عليه ولكن دييجو بيستخدم قدره الشيطان اللي بيتحكم بيه وبيعمل بوابه زي ما كيبا عمل بالظبط، وبيصد كل هجمات توكا بسهوله. بيتوتر توكا جدا وما بيكونش عارف يهزم الشيطان ده ازاي، ولكن بيقع على المبنى اللي جنبه وبيهرب بعيد. بيقابل يونا وري بره وبيفكروا في خطه مع بعض، لكن ما بنعرفش هم قالوا ايه. بس الغريب ان هم بيرجعوا تاني لدييجو اللي بيكون متفاجئ ان هم اتجرأوا ورجعوا له، لكن ساعتها بيلاقي سهم جاي من ظهره، والعجيب ان هو بيسيبه المره دي. وهنا بيعرف توكا ان نقطه ضعفه هي انه ما بيقدرش يصد اي حاجه مش في مجال رؤيته، وعشان كده بيدخل السيف في الارض وبيبدا يهجم عليه من تحت. وبتكون دي الخطه اللي اتكلموا عليها بره، ورغم ان هم ما كانوش متاكدين الا ما انهم ما كانش عندهم اي حاجه يخسروها. بيهاجموا بضربات كتيره وبيصيبوا بيهم، ولكن ما بيكونش لهم تاثير عليه علشان بيتعافى بسرعه كبيره وبيضرب توكا وبيحدفه لبعيد. بيعرف توكا انه لو فضل كده هيخسر اكيد، وعشان كده بيستهدف راسه ونقطه ضعفه، ولكن الوصول لها اصلا بحد ذاته معجزه. بيروح يهجم عليه ولكن فجاه بيفقد قوته وبيقع على الارض. والمصايب مش بتقف لحد هنا، لان بقى الشياطين بتوصل للمكان، فبيهجم عليه بضربه قويه جدا في الراس وبتكون هتصيبه، ولكنه بيصدها في اخر لحظه وبيرد عليه بضربه اقوى وبيقع على الارض فاقد الوعي. بتقوم ري علشان تقاتل مكانه رغم ان هي عارفه ان ملهاش فرصه قدامه وبتحسب ان دي النهايه. لا والله، بيدخل كايد بدخول عظيم، وبنعرف بعدها انه فضل اقل من 15 دقيقه على عمليه التحول. ولما ري بتشوف كايل بتساله انت جاي ليه، فبيقول لها كايل وهو بيقتل الشياطين اللي كانوا هيقتلوها المفروض تشكريني اني جيت وقفت جنبك اصلا، انا دلوقتي معاكم. وقبل ما يكمل كلامه بيهجم عليه دييجو، ولكن على مين يا حبيبي ده كايل.
كايل، قبل ما بيوصل له حتى بيلاقي ايده اتطارت من مكانها. بيقول له كايل استسلم، كل جيشك مات. فبيترعب دييجو لما بيلاقي ان معظم جيشه اتهزم على ايد فرسان العاصمه، بس طبعا دييجو مش بيستسلم، بياخد الشياطين اللي جنبه وبيمتصهم وقوته بتزيد جدا وبيستعد دراعه اللي اتقطعت. لحد دلوقتي بيكون توكا لسه فاقد الوعي ومش عارفين مات ولا لا، ولكن بندخل لوعي توكا وهناك بيقابل البطل الاسطوري. بيترعب اول لما بيشوفه، بيقول طالما انا هنا يعني معناه ان انا ميت، وبيساله لو جاي علشان ينتقم منه، بس بيتفاجئ لما بيلاقي البطل الاسطوري بينحني له وبيشكره. بيكمل وبيقول له انا شايف كل حاجه وعارف ان انت بقيت البطل الاسطوري بالاجبار، ولكنك تحملت وبقيت البطل الاسطوري اللي بيحمي الناس، ودلوقتي اديك بالقتل في معركه ممكن تموت فيها علشان تنقذ العالم وانت مجبر. وهنا توكا ما بقاش مصدق ان الشخص اللي هو قتله بيشكره، بيحسب انه عايز يقتله وبيعمل كده علشان يتمكن منه وبيهرب زي العبيط، ولكن بيقف فجاه لما بيستوعب ان هو خلاص ميت. لكن البطل الاسطوري بيقول له انت ما متش لسه، ولكن كنت هتموت، ودلوقتي في وعي السيف الاسطوري اللي بيستدعي الابطال الاسطوريين وبس. وده معناه ان توكا بقى بطل اسطوري بحقيقه وحقيقي، وبيفهموا البطل الاسطوري ان هو مش متضايق منه، بالعكس ده هو فرحان علشان قدر يتحمل وبقى قد المسؤوليه. بيوروا له المخرج وبيودعوا الاثنين بعض، وفي الخارج بيكون كايل ودييجو بيقاتلوا بعض بقوه كبيره، وبيهجم دييجو عليه ولكن بيتفادى الضربه، لكنه بيقول مع نفسه انه صعب يهزمه بالطريقه العاديه ولازم يستنفذ طاقته، والمشكله ان مفيش وقت على نهايه اليوم. في الوقت ده بيقوم بطلنا توكا وهو كل حماس وبيطلب من ريد حرر جسمه من التابوت اللي هو فيه، واول لما ده بيحصل بيجي توكا وبيقطع ايد دييجو بضربه واحده سريعه جدا، وحتى كايل مش بيشوفها. المفاجاه بقى ان ده هو سون. ايوه يا عزيزي المشاهد، البطل الاسطوري لسه عايش وخد جسم توكا وبحركه واحده منه قطع اطراف دييجو كلها. بيدمر الجوهره اللي على صدره، وبنرجع بالزمن دقيقتين لورا قبل ما توكا يمشي، وساعتها بيتفقوا الاثنين على خطه، وهي ان سون هيكسر الجوهره، فدييجو مش هيقدر يستخدم سحر الابعاد مره ثانيه ويقدر يصد الضربات. بس المشكله انه هيتجدد بسرعه، وهنا بيجي دور توكا وبنرجع تاني للعالم بتاعنا، والخطه بتمشي فل 10 وبيطعنوا توكا، بس قبل ما يتجدد تاني بيكون الضربه دي اضعف من انها تقتله وبيحدفه بعيد. وطبعا دييجو بيستغل الوقت ده وبيحاول يجمع اي طاقه من الشياطين، ولكن توكا مش بيقف لحد هنا، بيهجم عليه بسرعه رهيبه، وفي اللحظه اللي بيوصل فيها عنده بيخلص عليه بهجوم قوي جدا. بيفوزوا في الحرب، ولكن المفاجاه ان دييجو ما بيموتش علشان الخبيث بيبقى حاطط التابوت بتاعه في الغابه، واول لما توكا بيقتله بينتقل تلقائيا لهناك. بس بتيجي واحده غريبه وبتخلص عليه، وبنروح لبطلنا مره تانية، وهنا بتفوق يونا اللي بتكون رجعت لجسمها وبتروح تحضنه بعدها، وبعدها بيعملوا حفله عملاقه لبطلنا بيحضرها الكل حرفيا، بس توكا بيسيبهم وبيخرج بره وبيقعد مع سون وري، وبيقول لهم سون ان هم لازم يروحوا في رحله دلوقتي، والرحله دي هتكون للقاره الشماليه علشان فيها بوابات شياطين لسه ما اتقفلتش، بس المره دي البطل الاسطوري سون هيكون معاهم، وبيقول سون ان هو لازم يبقى اقوى من قوته العاديه. وبس يا سيدي كده الفيديو بتاع النهارده خلص. ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. يا رب تخش الجنه، وسلام.